بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أكبر خرافة عند المسلمين، وهي أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان ورث الحكم لابنه يزيد، وأنه هو من ابتدع مسألة الملك. والحقيقة أن سيدنا معاوية لم يورث الحكم لابنه يزيد، وأن ابنه يزيد انتخب انتخابا كما في الأنظمة الجمهورية الحالية، وأن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الخامس، وليس كما يقول البعض أنه أول ملك في تاريخ الإسلام. سنقدم أدلة قاطعة على ذلك. أهمية هذه الحلقة طبعا في الدفاع عن الإسلام، لأنه كل من يريد أن يهدم الإسلام يبدأ من يزيد، ثم ينتقل إلى سيدنا معاوية، ثم ينتقل إلى سيدنا عثمان، فعمر، فكذا. وأنا لم أجد أحدا من أهل العلم يطعن في سيدنا معاوية على الإطلاق، ولكن يقولون ليته لم يكن يورث الحكم لابنه يزيد. ونحن سنأتي الآن أن سيدنا معاوية قدم خدمة عظيمة للإسلام، وأنقذ العالم الإسلامي بتولية ابنه يزيد الحكم، أو بعملية انتخاب ابنه يزيد للحكم، وسنرى العكس. أيضا هذا له تأثيرات حالية على الدول الإسلامية القائمة حاليا. فلو نظرنا في كل الحركات الشيوعية الانفصالية المسلحة، مثل حالة حزب العمال الشيوعي الكردستاني بكاكا في تركيا، أو الحركات الشيوعية المسلحة الانفصالية في السودان، أو في المغرب، أو في الجزائر، أو في اليمن، أو في السعودية، أو في غيرها من الدول الإسلامية، ستجد هذه الحركات رغم أنها حركات ملحدة لا تؤمن أصلا بالإسلام ولا بالحلال ولا بالحرام، نجدها تتبنى الرواية الشيعية، وأن سيدنا علي كان هو على حق، وأن سيدنا معاوية كان على باطل. فما هي العلاقة بين الإلحاد والمنظمات الإلحادية وبين العقيدة الشيعية؟ تعالوا نبدأ ونرى كيف جرى انتخاب يزيد بن سيدنا معاوية، انتخابه أميرا للمؤمنين أو رئيسا للجمهورية كما تحب أن تسميه، أو أميرا أو خليفة للمسلمين. وتعالوا نبدأ. أولا، هذه خريطة الدولة الإسلامية في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. كما نعلم أن سيدنا معاوية جرى إرساله في البداية هو شاب صغير في جيوش الشام، كان قائد سرية إمدادات، ولا سيدنا أبو بكر الصديق هو دائما قائد. ستجد سيدنا معاوية بن أبي سفيان دائما قائد. أبو بكر جعله قائد، عمر بن الخطاب جعله قائد، عثمان بن عفان جعله قائد، عمرو بن العاص جعله قائد، هو أصبح الخليفة ما بعد. المهم اشترك في معارك الشام، ويفتح مدن الشام، ثم يفتح جنوب تركيا والأناضول، وسيفتح أيضا قبرص، وسيفتح جزر بحر إيجا، ثم سيرسل الجيش إلى فتح اسطنبول. وأرسل الجيش مرتين بقيادة ابنه يزيد. وأيضا سيدنا معاوية هو الذي أرسل الجيوش وأعاد إخماد الثورات أو التمردات في تونس، وفتح شمال الجزائر. أيضا سيدنا معاوية أرسل الجيوش، كان له فتوحات في سجستان، وأرسل الجيوش له فتوحات في خراسان. هذا تعريف بمن هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهو حكم 40 سنة، حكم الشام 20 سنة واليا. وطبعا سيدنا عمر بن الخطاب الذي يعني هو شديد التدقيق والمحاسبة والمراقبة للولاة لم يعزله قط. فده معناه ان سيدنا معاوية كان راجل بارع جدا، بارع ودقيق وحاسم. وطبعا هو كان في معارك مع الروم دائما، يعني 20 سنة من الحرب والقتال. وده يفسر لنا حب أهل الشام، انهم يرون ان هذا الرجل هو الذي يستحق امير المؤمنين، وانه رجل كفء، وأنه قادهم في معارك كثيرة وانتصر وساد العدل بينهم. وكما يقول جلوب باشا، لا يستحق معاوية أن يطلق عليه أول ملك للعرب. جلوب باشا غير مسلم، اللي هو الجنرال الإنجليزي الذي عاش في الجزيرة 30 عاما وحارب في نفس المواقع التي حارب فيها الصحابة. فيقول الأصح أن يقال أن معاوية اختار أن يكون شيخا للعرب أو شيخا للمسلمين بدلا من أن يكون ملكا عليهم. ويقول انه ديمقراطي جدا، وسنعرض لذلك يعني. طيب، فأهل الشام خبروا من هو معاوية بن أبي سفيان قائدا وحاكما وسياسيا وأخا وكريما وعطوفا
وصعب جدا ان تجد شخص يبقى في منصبه 20 سنة فالناس تحبه جدا، وبعد ذلك جعلوه خليفة، ولما هو يموت يختارون ابنه، ينتخبون ابنه. حتى حفيد سيدنا معاوية تنازع عن الخلافة كما سنأتي. أهل الشام يبحثون عن شخص أموي آخر كي يجعلونه خليفة، فليس الأمويين هم الذين ورثوا الحكم لأنفسهم، يعني هم أهل الشام هم اللي قووا عملية التوريث، عملية انتخابية أصلا. طيب سنأتي لذلك. أولا كي نفهم الصراع في ذلك الوقت لابد في 3 أحزاب في دولة المسلمين في ذلك الوقت. كما نعلم في الدول الحديثة حاليا في أحزاب، هذه الأحزاب بتدخل الانتخابات والحكم لمن غلب، وكل حزب يرى في نفسه أنه هو الأقدر والأحق وأن برنامجه هو الصح. هذا كان موجود في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان، أن في 3 أحزاب ترى أن هي الأصلح للحكم. لدينا الحزب الأول اللي هو حزب الحجاز، مكة والمدينة المنورة. وحزب الحجاز يمثل الخلافة الراشدة. لما حصل الفتوحات الإسلامية جيوش المسلمين اتجهت إلى العراق، فأصبح في مركز قوة ثانية اللي هو في الكوفة وفي البصرة، وهذا هينشأ عنه حزب آخر مركز قوة ثانية اللي هو سيقود علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك. ثم هنجد أنه في قوات المسلمين أيضا ذهبت إلى الشام فعل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر سيدنا عثمان، وأصبح الشام مركز أيضا من مراكز القوة، فأصبح لدينا مركز ثالث للقوة. إذا لدينا 3 أحزاب تحكم، 3 أحزاب كل حزب يرى أن هو الأقوى والأقدر والأصلح لخدمة الإسلام، سواء كان اعتقادهم صح أم خطأ، كان هم يرون هذا لمصالح مجردة لمصالح المسلمين أو بعض أطرافهم فيها طمع. ونود أن نقول أن هذه الأحزاب ال3 ليست أحزابا جامدة، يعني الأمر يا جماعة يشبه فرق كرة القدم. فرق كرة القدم كل فريق كرة قدم وهو نازل الملعب بيعتقد أنه الأقوى وأنه يستطيع أن يهزم الطرف المقابل، فلذلك يتدرب إلى آخره. والأندية بينتقل لاعب من نادي ألف إلى نادي باء، ومن نادي باء إلى نادي ألف. فسنجد هذا حدث يعني في حزب العراق أو أهل العراق. أخو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب تركه وانضم إلى أهل الشام أو حزب أهل الشام بقيادة سيدنا معاوية بن أبي سفيان. وهتجد أنه ناس من الحجاز التحقوا بسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وهتجد العكس. ومثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا من كبار الصحابة ابن عم سيدنا علي ومن قادة جيشه، استقال وعاد إلى المدينة المنورة. واحنا سنجد مسألة التداخل بين الأحزاب ال3 لأنه في ناس على أساس ناس بترى سيدنا علي أحق، بترى سيدنا معاوية أحق إلى آخره. إذا لابد حزب واحد يحكم، يا الشام يا الحجاز يا العراق، إما هذا وإما هذا وإما هذا. لابد الأمر يستقر في النهاية كما يحدث في أي دولة في العالم، الانتخابات بتفرز حزب حاكم، ولكن في ذاك الوقت ليس في انتخابات، فكان بيجري الاحتكام للسيف. إذا من هو الذي يستحق، من هو الأصلح للمسلمين أن يحكم؟ حزب الشام ولا حزب العراق ولا حزب الحجاز؟ الأحداث التالية كلها أثبتت أنه حزب الشام، أنه أهل الشام في تلك الفترة الزمنية مصلحة الإسلام أن يحكموا هم، فبما أن هم يحكموا هم فلهم الحق في أن يختاروا من سيحكم، لأنه خلاص هم يكونوا قلب الدولة. وسنأتي لهذا يعني. لكن اللي حصل بين هذه الأحزاب ال3 أنه هو بنقول معركة الأسود. في أمر يحدث بين الإنسان وبين الجماعات البشرية وبين الحيوانات وبيننا نحن كبشر، يعني بيننا حتى قارب وأصدقاء. حضراتكم لما الأسود بتذهب إلى مكان جديد ماذا يحدث؟ مجموعات الأسود بتتعارك. لماذا؟ كي تختبر قوة بعضها البعض، ومن المسيطر ومن الخاضع وكذا، والمساحات، تقاسم المساحات. لما حضرتك والدك بيتوفى ماذا يحدث؟ بينشب نزاع بين الإخوة.
يعني أخ وأب وأم وعاشوا مع بعض وحبايب كل حاجة. لما الأب بيموت ماذا يحدث؟ بينشب خلاف بين الإخوة. لماذا؟ لأن هم تحديد أدوار، من سيحكم، من سيسيطر، من يسمع، من يطيع. يعني سيجري اتفاق على تحديد أدوار. أحيانا بيكون في مطامع، وأحيانا تكون المسألة سوء فهم. حضرتك لما أي شاب بيتزوج جديدا، أول 5 سنوات من الزواج كلها مشاكل، وغالبية نسب الطلاق في أول 5 سنوات. فهذا الشاب بيحب البنت جدا، ذهب وخطبها وأنفق مالا واشترى شقة ولا استأجر شقة وكل شيء، ويعني طلع روح. يعني حتى لما بيجي يتزوج بيكون مدين بأموال كثيرة جدا. هم ما إن يتزوجها تحدث المشاكل. لماذا؟ بيحدث سوء فهم، يكونوا جداد على بعض. بمرور الوقت إما تفشل هذه العلاقة وتصل إلى الطلاق اللي هو يعني حرب يعني، أو أنه يتفاهموا مع بعض ويرجعوا مرة أخرى كما كان. وهذا بيحدث لما ناس بيكونوا كلهم جداد في شركة، بتحصل بينهم خلافات وبعد ذلك يتصاحبون. فإذا اللي حصل في تلك الفترة أنه الأحزاب الثلاثة لا تعرف بعضها البعض أصلا، لأنه حزب الكوفة بالأساس كان مهاجرين من نجد وعمان، فعمرهم أصلا ما التقوا بأهل الحجاز. حزب الشام كان قبائل من الشام ومن اليمن، وطبعا ناس من حزب الحجاز سافروا إلى الشام، وناس سافروا إلى العراق، وفي ناس طبعا راحوا إلى إيران، إلى مصر. لكن المراكز الثلاثة الأخيرة المسلمون في ذلك الوقت لا يعرفون بعضهم البعض. يعني إذا استثنينا القيادات، حتى لما نجد سيدنا علي وسيدنا معاوية هنجد أن معرفتهم سطحية جدا ببعضهم البعض كما سنعرض الآن. طيب، فنحن دي مقدمة عشان نفهم الفلسفة أو القانون الذي يحكم الحركة البشرية، التي تحكم المسلمين والمسيحيين والكفار والهندوس وأي ملة. زي كل إنسان بيموت، ما ليس له علاقة إنه مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ملحد ولا أي حاجة. كل إنسان يمرض، فهذه قاعدة تنطبق على المسلمين وغير المسلمين يعني. ولكن نحن سنشاهد رحمة المسلمين الآن. طيب، هنا يا جماعة كما نشاهد كان في إيه؟ ده العائلة الكبيرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عائلته عبد مناف. طيب، هنا سيدنا علي بن أبي طالب ابن عمه. هو إيه قرابته لسيدنا معاوية؟ هو عم سيدنا معاوية، عم سيدنا معاوية، كلهم من عائلة عبد مناف، زي عائلة مشهور كده عائلتنا. طيب، والرسول تزوج أخت سيدنا معاوية اللي هي رملة، أم حبيبة رضي الله عنها. أنا ذكرت من قبل أم سلمة، ممكن يكون سهو يعني. طيب، السيدة فاطمة هتتزوج سيدنا علي اللي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهينجب منها الحسن والحسين. طيب، لو لاحظنا ان هنجد انه سيدنا علي لم يعش ابدا مع سيدنا معاوية من الناحية العملية. بمعنى سيدنا معاوية يعيش فين؟ في مكة. طيب، سيدنا علي كان يعيش فين؟ في مكة في البداية يعني. طب سيدنا علي ترك مكة وعمره كم سنة؟ 23 سنة، شاب. طيب، سيدنا معاوية عند هجرة سيدنا علي من مكة كان عمره كام؟ كان عمره 12 عاما، يعني فتى. سيدنا معاوية عمره 12 عاما في مكة، سيدنا علي عمره 23 سنة. وسيدنا معاوية كان في تلك الفترة أبوه اللي هو أبو سفيان كان كافر، وسيدنا علي مسلم، ففي اختلاف ديني وفي فرق عمري. فلم يحدث، ده نفترض يعني من سياق المنطقي الأحداث، أنه لم يحدث احتكاك، لم يحدث تعامل، فالطرفان لا يعرفان بعضهم مع بعض جيدا. وسيدنا معاوية لما أسلم بعد ذلك، يعني ده كان فترة 2 والرسول توفى. وبعد ذلك سيدنا معاوية خرج في حروب الردة، ويعني سيدنا معاوية ترك يعني مكث في المدينة 2، وبعد ال2 حياته كلها تغريبة يعني، في حروب الردة في الجزيرة العربية، هم في حروب الشام وحروب الروم وإلى آخر ما هنالك. فلذلك هنجد أنه الحروب اللي حصلت بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية هي حروب عبارة عن تعرف على القدرة على الحكم، الذكاء، الأداء إلى آخره. وهذا سيتكرر بين سيدنا الحسن والحسين، ومع يزيد الحسن مع سيدنا معاوية. والحسن طبعا في الآخر يقول لا، هو فعلا معاوية هو أقدر على الحكم والأقوى على الحكم.
وسيدنا الحسين مع يزيد، هتجد مسألة التعرف على القوة. والمسألة حضراتكم كلها بيحصل انه ابنك لو عندك عيلين فتجي الولد الصغير يقول لك انا اقدر اعمل دي، يا ابني مش هتقدر، لا انا استطيع، فتقول له اتفضل جرب، فلما يجرب يفشل. فهي المسألة انه كل واحد طرف بيرى انه هي وجهات نظر متعارضة. يعني سيدنا علي في الفتنة له وجهة نظر ان احنا نوحد الدولة اولا، سيدنا معاوية ناخد الثأر اولا، وده تناولته في الحلقة الثالثة على يكتب تاريخ الدولة الأموية، صابر مشهور رقم 3، تجد الحلقة شرح في هذه المسألة بالتفصيل، لا أريد أن أدخل فيها الآن. هذه الخلافات كانت تحدث بين كبار الصحابة، بين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وإحنا نجد أنه رأي أبو بكر الصديق ورأي عمر بن الخطاب عكس بعض تماما في أمور كثيرة الوقت لا يتسع له. ولكن أبو بكر الصديق وعمر عاشا معا سنوات طويلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحددت المكانة. عمر يعرف أنه هو أقل من أبو بكر، ويعرف أنه أبو بكر عقله راجح، ويعرف أن أبو بكر شخصيته قوية، ويعرف أنه هو يجب أن يسمع ويطيع لأبو بكر. فلذلك لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدت معظم قبائل العرب اللي كانت أسلمت منذ شهور وكانت تعتقد أن دي هذه مملكة، ماذا حدث؟ كل الصحابة قالوا لا نحارب مانع الزكاة لأنهم مسلمون، وأنكروا حد، ولكن في ناس تانية ادعت النبوة. كل الصحابة، عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، كل الكبار. ثم أبو بكر الصديق الخليفة هو رأيه لوحده، قال لا بل بهم فابدأ، وأمر ابدأوا بهؤلاء، وأمر 10 جيوش. لما تنظر لرأي سيدنا أبو بكر تجد أن سيدنا أبو بكر كان في ناحية وكل الصحابة في ناحية، ويصدر الأمر، كلهم يقولوا هذا الأمر خطأ، يقول لهم ولكن نفذوا، فينفذون، ولا يملك عليهم قوة، لو تمرضوا عليه يخلعوه أصلا. ولكن المكانة تحددت من قبل، أنه خلاص أبو بكر هو كبيرنا، هو خليفتنا. في حال سيدنا علي وسيدنا معاوية لا، المكانة ما تحددتش أصلا، دول كل واحد في مكان. فنجد أنه هنا جيل، خلي بالك أن سيدنا علي وسيدنا معاوية من جيل جديد. إذا هذا الصراع كان مرده أن الجيل الأول من الصحابة اللي هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص إلى آخره، الجيل الكبير ده غالبيته توفى وقت هذا الصراع، لأنه سنة 35 هجرية. وبدأنا نحن في الجيل الثاني من الصحابة، أو الجيل اللي كان شباب دخل يعني في وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الجيل لم يتعامل مع بعضه كثيرا. طيب، مين أول من اخترع مسألة أنه يكون الحكم في الابن، في ابن الخليفة؟ لم يكن سيدنا معاوية. أهل العراق لما قتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أهل العراق ماذا فعلوا؟ قالوا احنا بنختار الحسن. يبقى انتخابات ولكن توريث. نحن كمسلمين سنة نقول سيدنا علي لم يورث الحكم لابنه. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون علي بن أبي طالب ورث الحكم لابنه. الرواية الشيعية كلها تقوم على أساس سيدنا علي بن أبي طالب يريد الحكم لنفسه، ويريد الحكم لابنه، ويريد الحكم لأحفاده، وإن هذه عائلة مالكة يعني همها الدنيا. هذه هي الرواية الشيعية عن سيدنا علي. نحن ننزل سيدنا علي بن أبي طالب عن هذا، أنه سيدنا علي أبدا. نحن نقول أهل العراق هم الذين اختاروا سيدنا الحسن، هم أول من ورثوا. طيب، أهل الشام لما يجي سيدنا معاوية يتوفى يختاروا مين؟ كما سنشرح بالتفصيل، يختاروا ابنه يزيد. فكما أنه الذي بدع فكرة أنه الحاكم، أن احنا نختار ابن الحاكم أو ابن أمير المؤمنين ابن الخليفة حاكما مكان أبيه، أهل العراق. ثم ألصق الأمر بمين؟ بأهل الشام. فمين اللي عمل ملك عضوض؟ أهل العراق والشيعة، وليس الأمويين. انظروا، شوفوا التزييف، ودي وقائع لا يستطيع اثنان، لا مسلم ولا كافر ولا شيعي ولا مسيحي يكذب فيها شيء. فلماذا نفترض بقى؟ ما هو الرواية تقول سيدنا علي، وفي بعض الروايات تقول سيدنا علي أوصى بالخلافة لابنه ومن بعده، لكن لا، نحن ننزل سيدنا علي عن هذا، وننزل سيدنا معاوية أيضا عن هذا، وسنأتي بالأدلة المادية. لما سيدنا معاوية ولي الحكم كان في ذهنه التجارب السابقة، وهي أبو بكر الصديق كان له ولي عهد اللي هو عمر بن الخطاب،
أبو بكر الصديق قال للمسلمين اتفضلوا اختاروا، فقالوا له والله احنا بنرد الأمر إليك، اختار أنت. فاختار عمر وخلاه يبايع عمر وهو حي. فإذا أبو بكر الصديق اختار إيه؟ ولي عهد. طيب عمر بن الخطاب اختار ولي عهد، اختار 6 ألقفوا عليهم بالسلاح، لابد ال6 يختاروا واحد منهم. فاختاروا سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان قتل ولم يختار وليا للعهد. لو كان هو عهد لعلي بن أبي طالب كان كفانا حرب بين علي وبين معاوية، ولو كان عهد لسيدنا معاوية كان خلاص كفانا الحرب، أو عهد لعمرو بن العاص أو لغيره يعني، لأنه خلاص هيبقى فيه أنا وليت فلان، بقى أصبحت الشرعية. فإذا ما الذي جرى لما سيدنا عثمان قتل ولم يولي؟ كانت النتيجة أنه حصل القتال بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، وموقعة الجمل اللي كان فيها السيدة عائشة وطلحة والزبير. إذا سيدنا معاوية لما حضرته الوفاة سيموت أو اقترب أجله، لابد أن يختار ولي عهد. أنت لو مكان معاوية بن أبي سفيان من تختار وليا للعهد؟ ناس تقول كان يصح أن معاوية بن أبي سفيان يترك الأمر بدون اختيار، وقد حدث بعد ذلك وحصلت حروب كما سنعرض. يعني الذين يقولون كان يجب أن يتركها هكذا قد حدث. وإذا قلنا كان يجب أن يختار وليا للعهد فهنجد أنه طبق القواعد اللي طبقها أبو بكر الصديق، وهنجد أنه تعيين ابنه يزيد خليفة حرفيا كما جرى في تعيين وانتخاب سيدنا أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. تعالوا نرجع كده للقواعد الدستورية اللي سيدنا أبو بكر الصديق عملها عند انتخابه خليفة للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى، لم يعين أحدا بعده، فوجهاء المسلمين اللي هو البرلمان يعني في بلغتنا هذه اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وسيدنا عمر بن الخطاب ذهب ومعه سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، 3 من المهاجرين. ماذا حدث؟ سيدنا أبو بكر اتكلم في قاعدتين دستوريتين مهمتين. أولا هم ما اختاروا أبدا أبو بكر الصديق، على فكرة دي مكان سقيفة بني ساعدة حتى اليوم في المدينة المنورة، يعني ده هذا مكان. سيدنا أبو بكر يتحدث في الحزب الحاكم، قال نحن لا نختار شخص خليفة. ولذلك الناس قاعدة تقول ايه؟ هو الحسين ولا يزيد؟ هو الحسن ولا غلط؟ هو سيدنا علي ولا سيدنا معاوية؟ غلط. الأول هو من يصلح الحكم، أهل الشام ولا أهل العراق؟ هذا ما قاله سيدنا أبو بكر لما اجتمعوا. ما قالوا نختار أبو بكر، لا أبدا، تحدثوا الأول في من يحكم، الحزب الحاكم. فسيدنا أبو بكر الصديق قال قريش، لأنه العرب لا يستقيم أمرها إلا على قريش، العرب لا تسمع لأحد إلا لقريش، قبائل العرب لا تطيع أحد إلا قريش، قبائل العرب لا تقبل أن يكون قائد الجيش إلا إذا كان من قريش، لأن قريش كان هم التجار ومعروفين لكل العرب، ولأن قريش كانوا كرماء يطعمون كل هذه القبائل ويسقونهم في مواسم الحج وفي الرحلات إلى آخره. فقريش دول يعني هم أعلى الناس نسبا وشرفا. فجرى أولا اختيار الحزب الحاكم اللي هو قبيلة قريش، هم بعد ذلك بدأوا يختاروا أي شخص من قريش، فاختاروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هو نفسه لو أبو بكر الصديق من قبيلة أخرى ونفس مواصفاته أنه أول من أسلم وهو الذي أما الناس وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لم يكن ليكون خليفة المسلمين، لأن المسألة كانت قبائل العرب تسمع كلام مين بالضبط كده. حضراتكم تركيا فيها 3 ملايين لاجئ سوري، افترض ان في سوري عنده امكانات عبقرية في القيادة والحكم والإدارة إلى آخره، لكن هل غالبية سكان البلد من الأتراك هل يسمعون ويطيعون له؟ الإجابة لا. إذن لا يجري ترشيحه. فهمنا المسألة يا جماعة؟ وهذا يجري في أمريكا وفي كل دول أمريكا. الحزب الديمقراطي بيرشح مرشح والحزب الجمهوري، فالحزب الديمقراطي يقول يا الشعب الأمريكي انتخبوا هذا الذي رشحناه، والحزب الجمهوري يقول انتخبوا هذا الذي رشحناه. فهنا الاختيار الحاكم أو الخليفة عبر مرحلتين. فإذا كل حزب لابد يختار
من يمثله كحكومة. هنجد لما نأتي على الحزب الأول، حزب الشام، قالوا سيدنا معاوية احنا نريد مين؟ قالوا احنا نريد ابنك يزيد. هذا حزب الشام، قالوا نحن نريد ابنك يزيد. طيب حزب العراق قالوا والله ليس لنا قائد. انتبه. فماذا يعملوا؟ استوردوا قائد، أرسلوا سيدنا الحسين، قالوا له تعال لنا. انظروا، ده بالضبط فريق كرة قدم ليس لديه مدرب، يعمل ايه؟ يشتري مدرب. طب انتوا بتعملوا توريه، يعني انت سيدنا الحسين ابن سيدنا علي، قالوا ما احنا عاوزين كده، مفيش مشكلة، احنا بنبحث عن قائد. ما هم قبائل الشام لا ترى، هي نفس الفكرة. قبائل الشام تقول ان انت امام دولة اسلامية بتمتد من الجزائر الى افغانستان وتركمانستان، دولة ضخمة. لو جه شخص من قبيلة احدى قبائل الشام يحكم، كل هذه القبائل لن تسمع وتطيع له. فلا بد واحد من بني امية كي يسمعون ويطيعون له. يعني هو سيدنا معاوية مش اتى بالجيش والشرطة والامن المركزي وقال ابني اصبح الخليفة والذي لن يسمع اضربه بالكرباج واجز رأسه، ابدا. خلي بالكم، يزيد بن معاوية هو في الشام ده واحد غريب. يعني قبائل الشام ليست بني أمية، يعني بني أمية غير موجودين في الشام. بني أمية الكتلة الأكبر موجودين فين؟ في مكة والمدينة. وقريش نفسها مش موجودة في الشام، ده أجزاء بسيطة من قريش، قريش توزعت. فأصلا يزيد بن سيدنا معاوية هو من قريش، قبيلته ليست معه، عائلة بني أمية ليست معه. من الجيش وقوته وشرطته كله أهل الشام. لو أهل الشام لا يريدونه يخلعوه يقتلوه، لكن هم انتخبوه، هم يبحثون عن قائد، فقالوا هذا القائد هو يزيد اللي تسمع له كل الدولة وتطيع. وكان النظرة صحيحة. طيب أهل العراق ليس عندهم قائد، فهم نفس الفكرة، لم يختاروا أهل العراق واحد منهم، بحثوا، استوردوا مرشح، استوردوا قائد اللي هو سيدنا الحسين. ولما استوردوا هذا القائد خانوه وخذلوه وقتلوه إلى آخر ما هنالك، ودي نخصص لها حلقة أخرى يعني. طيب إذن هل حزب العراق يصلح للحكم؟ الأحداث أثبتت لا. ما أنت بتختار الحزب الذي يحكم. حزب الشام قال أنا أحق بالحكم، اخترت يزيد. حزب العراق حضراتكم فيه الخوارج، وفيه مؤيد سيدنا علي، وفيه يعني هذا أخلاط من أيام سيدنا علي، وكله حزب العراق والكوفة كلها تمردات. وأنا عرضت في الحلقة الثالثة، اكتب تاريخ الدولة الأموية رقم 3 صبر مشهور على اليوتيوب، تمردات على سيدنا عمر بن الخطاب، تمردات على سيدنا عثمان بن عفان، وفي النهاية قتلوا سيدنا عثمان، وتمردات على سيدنا علي، وفي النهاية قتلوا سيدنا علي، وفي النهاية خلعوا ابنه وغزلوا ابنه الحسن، ثم قتلوا ابنه يزيد ابنه الحسين. فحزب العراق لا يصلح للحكم أصلا. هل حزب الكوفة هذا يصلح للحكم؟ ما يصلح. وحتى الدولة العباسية لما أرادت تهدم الدولة الأموية لم تستعن بهذا الحزب. ماذا فعلت؟ أتت بجيش من خراسان. انظر، جاءوا بجيوش من خراسان. ما لجأوا لأهل العراق؟ لأن أهل العراق في مشكلة في التركيبة السكانية في ذلك الوقت. وحتى لما العباسيين حكموا نقلوا العاصمة من الكوفة إلى بغداد اللي هي المدينة الجديدة. فإذا يا جماعة بهذا المعنى الحزب الثاني اللي هو العراق في ذلك الوقت هو غير مؤهل للحكم. ولذلك ما أنت كي تحكم محتاج حزب يصلح للحكم وقائد يقود هذا الحزب. يعني محتاج فريق كرة قدم، محتاج فريق لاعيبة محترفين، ومحتاج قائد فريق مدرب شاطر. إذا خسرت أحد الاثنين تخسر. هو ده اللي جرى في وقعة سيدنا الحسين وأهل العراق إلى آخره. نأتي إلى حزب الحجاز، الحزب الثالث. حزب الحجاز منقسم على نفسه بين قائده عبد الله بن الزبير، ولا سيدنا الحسين بن علي اللي هو قتل فيما بعد، ولا سكان المدينة. عرفنا ازاي؟ هنجد انه عبد الله بن الزبير كان موجود في مكة واتخذ العاصمة بتاعته مكة. طب وسيدنا الحسين كان فين؟ كان في المدينة. لو كان يريد انه يعني لماذا لم يقم بالثورة من المدينة؟ معناه ان سكان المدينة لا يؤيدونه. فهو ترك، انظر، سيدنا الحسين ترك المدينة واتجه إلى مكة، وسكان مكة لم يؤيدوه، سكان مكة أيدوا عبد الله بن الزبير. فانطلق من مكة إلى الكوفة
فإذا سكان المدينة مكة والمدينة كما نشاهد كانوا موزعين، وكم واحد خرجوا مع سيدنا الحسين، يعني شعبية سيدنا الحسين في مكة والمدينة إيه؟ طيب نأتي إلى في عندنا وقعة الحرة أو معركة الحرة 63 هجري في عهد يزيد، بتدل على أن سكان المدينة خاضوا ثورة منفردة لنفسهم، لا تحت راية الحسين ولا تحت راية عبد الله بن الزبير. ومكة ثورة منفردة بنفسها تحت راية عبد الله بن الزبير. والعراق لما جاءها القائد بتاعها اللي هي استوردته المدرب القائد خذلوه. فشيء طبيعي أنت تجد أن الحزب الأصلح للحكم عند وفاة سيدنا معاوية هو حزب الشام، وبالتالي هذا الحزب الذي من حقه أن يختار الحاكم أو الخليفة. أنتوا اخترتوا مين يا أهل الشام؟ قالوا احنا بنختار يزيد. خلاص، وهم مش عاوزين حد منهم، هنضربهم بالعافية يعني، هنجيب لهم الكرباج. فلماذا يعاب عليهم؟ طيب، وهنأتي بقى بعد ذلك يزيد حكم 4 سنوات، وولي ابنه شاب صغير اسمه معاوية الثاني. معاوية الثاني كان عمره 20 سنة، حكم أسبوعين أو 3 أسابيع كل شهر. فمعاوية الثاني قال أنا قررت التنحي عن الخلافة والحكم، وأنتم يا أيها المسلمين اختاروا، عمل مصيبة كبيرة ده، اختاروا من تريدونه. أليس هذا كل من يعيب على سيدنا معاوية أنه كان يجب أن يترك الأمر شورى في بعده إلى آخره، وأصلا كان شورى بين أهل الشام اللي هم جهة الحكم، زي ما بالضبط ما كان أهل المدينة هم أهل الشورى في عهد سيدنا أبو بكر وسيدنا، ومين اللي كان بيختار الخليفة؟ أهل المدينة اختاروا أبو بكر، وأهل المدينة اختاروا عمر، وأهل المدينة اختاروا عثمان، وأهل المدينة اختاروا علي بن أبي طالب. فهنا الحكم أصبح دمشق، فدمشق بتختار الخليفة. ده منطقي، هذا منطقي يعني. المهم، هذا الأخ اللي هو حفيد سيدنا معاوية اسمه معاوية الثاني ده استقال وقال خلاص اتركوا الأمر شورى. يعني فعل اللي البعض كان بيطالب سيدنا معاوية اتركوا، سيب الحكم لما تموت ما لا تولي أحدا. ففعلا ده عمل كده، عمل المصيبة والكارثة هذه، وكانت النتيجة كما تشاهدون الخريطة التالية. انقسمت الدولة إلى 5 أقسام، وحرب أهلية 15 عاما. فلو سيدنا معاوية ما كان ولا خليفة له ولي عهد ابنه، كانت الدولة اشتعلت 15 سنة حرب. انظروا، كان في مكة عبد الله بن الزبير، هو صحابي من صغار الصحابة، أعلن نفسه خليفة في مكة سنة 64 هجري. طيب هنا حضراتكم المناطق. سيدنا عبد الله بن الزبير كان في مكة، وكان بيسيطر على مكة والمدينة، وبيسيطر على البصرة وبعض المناطق، وبعد ذلك هيسيطر على العراق. طيب الشيعة قضوا واحد اسمه المختار الثقفي، وعمل لنفسه دولة. الخوارج سيطروا على مناطق. الشام يعني مش عايز ادخل في تفاصيل الشام، لكن في الاخر كانت اموية. وهنا الشام ليس لهم قائد اصلا، وده يدل على حكاية ان بني امية لما معاوية الثاني هذا ترك الحكم ما وجد أهل الشام أحدا يولونه. تخيلوا، لدرجة أن حاكم دمشق بقى عبد الله بن الزبير في المدينة. طبعا هنا عبد الله بن الزبير ارتكب خطأ، أن اتخذ مكة عاصمة، وهي مكة بعيدة عن العراق جدا، وبعيدة عن أطراف الدولة في خراسان، خط المواصلات طويل جدا، وبعيدة عن أذربيجان، وبعيدة عن مصر، وبعيدة عن كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يتخذ مكة عاصمة، لأن فين الحزب الحاكم في الدولة في عهد الرسول؟ سكان المدينة. والرسول لماذا لم يهاجر إلى الحبشة؟ لأنه لا توجد دولة، لن يقيم دولة هناك، وهاجر المدينة لأن الدولة في المدينة، هيقيم الدولة في المدينة، الحزب الحاكم المدينة. فالرسول هو قائد يبحث عن حزب حاكم، يبحث عن عصبة كما يقول ابن خلدون، فانتقل إلى حيث توجد العصبة. اللي فعل كده مين؟ معاوية بن أبي سفيان، خلاه في الشام، لم ينتقل للمدينة، لأن العصبة أصبحت في الشام. عصبة العراق متشاكسة، عصبة الحجاز عندها مشكلتين، ان هي اصبحت بعيدة عن خطوط مواصلات الدولة، وانه في ليس تفتقد للقائد اللي بكفاءة سيدنا معاوية. فكانت النتيجة ده خطأ عبد الله بن الزبير. كان شجاعا وامينا وزاهدا، ولكن ليس رجل سياسي.
ما هو حتى انت بيكون معاك عصبه ولكن معاك فريق كويس، لكن المدرب بيصلي ويصوم ومخلص وشجاع وكل حاجه، ولكن دي مواهب يا جماعه. طيب هيحدث ان الدوله يا جماعه، الدوله تقسمت وتشرذمت، وظللنا في هذا الوضع 15 عاما. وده من اخطاء معاويه هاني الشاب الصغير. كل هذه الدماء، لا هو كان مفروض لا هيتخلى عن الحكم، اتفضل قول لهم وانا احكم، اختاروا من يحكم او سأعين من يأتي بعدي وليا للعهد، لكنه رفض. طب الجماعة أهل الشام دول، أهل الشام أصبحوا ما في أموي يحكمهم أصلا. ماذا عملوا؟ بحثوا عن أموي، استوردوا أموي، وهذا دليل على حبهم لبني أمية، إن هم اختاروا احنا عاوزين نريد بني أمية، عم احنا انتخبنا بني أمية. هم انتخبوا معاوية وانتخبوا يزيد وانتخبوا معاوية الثاني وانتخبوا مين؟ راحوا بقى ايه، مفيش اصلا امويين في الشام، يعملوا ايه بقى جماعة الشام؟ فالامويون عائلة صغيرة جدا في الشام، حتى ليس عائلة العائلة الاموية، بل عائلة سيدنا معاوية بن ابي سفيان. ماذا يفعل اهل الشام في تلك الفترة؟ يحتاجون الى فريق كرة قدم، يحتاج مدرب، يستورد مدرب. فبالفعل سبحان الله حصل انه كان فيه بعض الاسرة الاموية في المدينة المنورة، وجرى طردهم فتوجهوا الى الشام، وعقد مؤتمر للقبائل في الشام، وانتخبوا مروان ابن الحكم من بني أمية خليفة للمسلمين أو أميرا للمسلمين. طبعا سكان المدينة المنورة طردوه. طب لماذا تطردونه؟ احتفظوا بقى عندكم. لكن هذا يدل على أنه الذين قادوا الثورة في المدينة المنورة ما كان عندهم تقدير لوزن الرجال. يعني هم نظروا لمروان وأقاربه على أن هم أفراد، يعني اخرجوا. لم ينظروا أنه في رجل بأمة، وأنه في رجل يستطيع أن يحيي أمة ويقود أمة، ورجل يدمر أمة. فده يدلك على التصرف، يدل على أنه اللي قادوا الثورة في المدينة المنورة في ذلك الوقت كان تفكيرهم بسيط أو ضعيف. طيب هنا هيتجه ده مروان بن الحكم هو الذي أعاد تأسيس الدولة الأموية، وليس من أحفاد معاوية بن أبي سفيان ولا شيء. انظروا يا جماعة لرابط الصلة. حضراتكم هنا أمية اللي هو مؤسس الأسرة الأموية، ابنه حرب، ابنه أبو سفيان سيدنا أبو سفيان، ابنه سيدنا معاوية الخليفة، وبنته سيدنا رملة أمنا رملة أم المؤمنين زوجة الرسول. سيدنا معاوية ابنه بعد يزيد هيحكم بعده، هيموت 60 هجرية، يحكم 60 هجرية، يموت ويتولى ابنه معاوية الثاني 64 هجرية، وينتهي الحكم في بني أمية في هذا الفرع. طيب هل بني أمية هؤلاء ورثوا الحكم لأولاد عمهم؟ لا، أهل الشام بحثوا عن أموي يحكمهم، بحثوا عن قائد أموي، ولم يختاروا هم أحدا منهم. فلذلك نحن أمام عملية انتخابات، مسألة جمهورية بحتة، وتطبيق مبدأ نحن الحزب الحاكم، ولكن محتاجين واحد من خارجنا، لأن كل المسلمين يسمعون له، لن يسمعوا إلا إذا كان من بني أمية. نفس فكرة قريش، سكان المدينة أصلا ليسوا قريش، سكان المدينة دول سكان الأصليين في البلد، وسيدنا أبو بكر وهؤلاء المهاجرين لاجئين، وصل وضع السوريين في تركيا. لكن سكان المدينة قالوا مصلحة الدولة انه يكون الحاكم من قريش، من اللاجئين، لانه يعني بالضبط كده تركيا اتوحدت مع العالم العربي والعاصمة اسطنبول. فيعمل ايه الاتراك؟ هيحكموا العالم العربي ازاي؟ هو 350 مليون انسان. فيأتون بشخص سوري موجود في تركيا، لانه هو اللي هيسمع له ناس في المغرب وناس في الصومال ويطيعون امره. امر يشبه هكذا. طيب فاهل الشام ما اختاروا احدا منهم، انما راحوا ايه؟ استعانوا على طول اللي هو مروان بن الحكم، أو مروان ده أول حاكم من الأسرة الأخرى. مروان بن الحكم هيخلف ابنه عبد الملك، هيكون خليفة من بعده، وعبد الملك هيخلف الوليد، طبعا من عظماء التاريخ الإسلامي الوليد، الذي فتح الأندلس وفتح شمال أفريقيا وفتح الهند، أجزاء من الهند، وفتح الصين كاشغر وتركستان الشرقية. كل هذا الوليد، يعني أنت لما تجد أعظم فتوحات إسلامية بعد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد الوليد بن عبد الملك. والعجيب
وهذا من الأمور العجيبة، أنه يقدم عليه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ابن عمه، تقدم عليه عمر بن عبد العزيز بتاع إيه؟ ولا أنا أستعجب ناس تعتبر يقول لك عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس الراشد. دي هذا ده أنت في قرآن في سيدنا معاوية بن أبي سفيان أن هو ممن أسلموا بعد الفتح وقاتلوا وأنفقوا والله وعده الحسنى، فأنت تأتي بصحابي جليل. وكما يقول أحد علماء المسلمين: والله لتراب في منخري معاوية بن أبي سفيان في أحد غزوات الرسول لخير من عمر بن عبد العزيز. فاحنا انظروا الهجمات الشيعية على مدار 1200 سنة ولا 1300 سنة جعلت المسلمين السنة يعتقدون أن عمر بن عبد العزيز أفضل من سيدنا معاوية. يا للعار. ويعتقدون أن عمر بن عبد العزيز أفضل من الوليد بن عبد الملك. يا للعار. ويجعلون المسلمين السنة لا يعرفون أصلا أن في خليفة اسمه الوليد بن عبد الملك وكان في عهده عدل، والدولة الأموية على فكرة غالبيتها كلها عدل. ولو كانوا بني أمية ظلمة ومجرمين وكلام من هذا القبيل ما خضع لهم المسلمون. واحنا شاهدنا حب أهل الشام له. وفي حد سيدنا معاوية يحكم أهل الشام 40 سنة، فيعني يقولون طالما أنت هتموت سنأتي بأولادك. طب لا يوجد لك أولاد، سنأتي بأقاربك. يا عم ما هذه سر الحب والعشق والغرام والهيام بين بني أمية وأهل الشام، إلا أنه بني أمية دول ناس أذكياء، وبني أمية ضعاف، يعني ضعاف عددا، لكن هم طبعا دهاء وأذكياء وكرماء وأصلاء، وكانوا يحاربون البدع والانحرافات إلى آخره. ولذلك العباسيين لم يستطيعوا أن يسقطوهم أبدا بفضل في الأعمال. لا يستطيع العباسيين الدولة العباسية أن تقول نحن أحسن من بني أمية في مجال العمل. قالوا نحن أقرب دما للرسول، نظرية الدم. طب وهل أنتم اخترتم تكونوا أقرب للرسول؟ الله هو الذي، هذه من عند الله. فلا يجوز أنك تقول أنا أحسن من فلان لأن أبي كان شيخ وهو أبوه كان تاجر مخدرات. طب ما يعني ابن سيدنا نوح كان كافر. وعبد الملك طبعا أولاده سليمان يزيد كلهم خلفاء، وهشام، وطبعا أولاد عبد الملك قاموا بفتوحات إسلامية كبيرة. هنا يا جماعة بنقول افترضوا أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان هو عمل بدعة وورث الحكم. طب كل المسلمين اللي بعد ذلك كلهم فاسدين. الدولة الأيوبية فاسدة، صلاح الدين الأيوبي أقاربه مسكوا بعد الحكم، صلاح الدين الأيوبي فاسد أيضا وكان همه يورث الحكم لعياله. فلا. الدولة العثمانية كل السلاطين العثمانيين فاسدين ورثوا الحكم. محمد الفاتح كان فاسد، عثمان رضي الله عنه مؤسس الدولة كان فاسد، أرخان ابنه كان فاسد، مراد الأول رحمه الله استشهد في كوسوفا كان فاسد، سليمان القانوني كان فاسد، سليم كان فاسد. وتتحدث عن خلفاء المسلمين حفاظ القرآن الكريم، علماء بالشرع، زهاد، واقرأوا ما كتب عنهم وأعمالهم تشهد لهم. فلماذا ورثوا الحكم لأبنائهم؟ أحيانا كان السلطان العثماني يموت وابنه صغير فيصبح هناك واصل العرش. يعني الأتراك ما قاموا به، لأنه الدولة في عاصمتها في اسطنبول فالسكان أتراك، فالأتراك ما قاموا بالاستيلاء على الحكم لأنفسهم. لا قالوا والله هو يظل من بني عثمان. لماذا؟ لأنه قاعدة الناس ستخضع لمن؟ وهي العائلة العثمانية عائلة صغيرة، نفس العائلة الأموية عائلة صغيرة. الناس لا تسير خلف نكرة، دي قاعدة في الحكم، الناس لا تسير خلف نكرة، فالناس تسير خلف شخص معروف. إما أن هذا الشخص معروف بسبب أعماله، مثل شخص مثل أردوغان معروف، بس لما أصبح رئيس بلد اسطنبول إلى آخره الرئيس التركي فهو معروف بأعماله، أو معروف بنسبه أنه هو من أحفاد سيدنا علي، من أحفاد السيدة فاطمة، أنه هو من بعد كده الأمويين بعد ذلك يعني، لكن المؤسسين كلهم كانوا بالاختيار يعني، وهكذا. فأنت كيف تتهم كل الأمة الإسلامية وتاريخها الإسلامي بأن هم الجماعة كلهم كانوا حكام ديكتاتوريين، وهذا غير صحيح. وعندنا دولة المماليك، طب ما دولة المماليك نظامها جمهوري، السلطان يموت ابنه لا يعقبه. في نخبة حاكمة اللي هم نخبة المماليك، وكانوا يختارون فيما بينهم إما بالشورى وإما بالقوة، يعني الأقوى منهم لما يحصل صراع. وكان دولة فيها عدل كثير جدا،
ودولة المرابطين، ودولة المرابطين دولة صالحة جدا. هل يوسف بن التشفين من الذي أتى بعده؟ ويوسف بن التشفين هذا يعني من السلاطين المسلمين العظام، الزاهد المتقشف اللي هزم كل جيوش أوروبا وأنقذ الأندلس 400 سنة، ومن ولي الحكم بعده ابنه. طب هو الحزب الحاكم على هذا فعل هذا؟ لأن احنا سنكتشف أنه الاعتبار العملي إما أنه هذا الحزب الحاكم يستطيع أن ينتخب، وبيكون في هذه الحالة بيعرف أدواره، زي حالة المهاجرين والأنصار، عاشوا مع بعض في المدينة المنورة 10 سنوات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحددت الأدوار وتحددت المكانة، المنزلة، فكل واحد عارف مكانه فين ومين أعلى منه ومين تحت منه، بالضبط زي الجيش كده، مين الضابط ومين العسكري ومين كذا ومين اللواء وهكذا. فتجدوا في حالة الدولة لما بيكون سكانها كبيرة ومساحتها كبيرة والقبائل والشعوب المكونة لها لا تعرف مكانة هؤلاء، فبيلجأ إلى مبدأ التوريث في ابن الحاكم، لأنه هو الذي سيسمع ويطيع له الجميع. فتاني أن نقول أمر مهم، أنه أهل الشام لما تجمعوا واختاروا يزيد هم كانوا لا يختارون النكرة. يعني يزيد كان فارس، كان شجاع، كان بليغ، كان شاعر، كان فصيح، هذا ما كتبوا عنه المؤرخون. يزيد كان قائد الجيش في حروب ضد الروم كثيرا جدا، فأهل الشام يعرفون من هو يزيد، وهو كان قائدهم في عهد سيدنا معاوية. فلو كان يزيد ضعيف ولا كسول ولا خمول ولا منحرف ولا شيء من هذا القبيل، لأهل الشام لرفضوه وثاروا عليه. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب عن موقف الدولة الأموية من المسلمين العجم، لأنه أيضا هذا الكتاب يدحض خرافة كبيرة عششت في عقول المسلمين السنة بسبب الدعاية الشيعية والدعاية العباسية أن هذه الدولة كانت عنصرية لصالح العرب. هذا الكلام خطأ. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب، وأنا لي فيديو عن هذا الموضوع أيضا، اكتب مشهور الدولة الأموية العجم. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، وأيضا فتحت قناة جديدة على التليجرام، أرجو الاشتراك فيها. هنا قناة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأهمية في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.